نعم، الحمد لله. اليوم عثرت على السحر الذي عطل لي حياتي منذ 5 سنوات. بعد لزومي لسورة البقرة 4 أشهر والاستغفار ل3 أشهر، فضل كله لله. نعم، هنا أخت تسأل: كم تقرأي سورة البقرة وما هي المدة؟ طيب، وأنت تجيب: كنت أقرأها مرة واحدة لمدة 40 يوم، ومن ثم تعرفت على قناة محمد حجازي وأخذتها 4 مرات مع الاستغفار ولمدة تقريبا شهر، ومن ثم بقيت مستمرة مع مرة واحدة كل يوم، ومع الدعاء المستمر وقيام الليل، وهذا كله بفضل الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نشوف هاي القصة احنا تكلمنا فيها ولا بعدنا؟ يعني طبعا أنا بدي أتكلم عن الزهد. كيف أكون زاهد في هذه الدنيا؟ هل هو يعني شيء أنا أستطيع فعله، أو إنه كأنه السكينة ينزلها الله على عباده الذين اصطفى، أو الذين أحبهم، أو الذين يعني يريد أن يربط على قلوبهم؟ يعني الزهد يا جماعة هو شيء عظيم. نعم، الزهد يدخل في هذا الباب. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. فهذا شوف لوين جعل الله فقره بين عينيه، يعني بده كل شيء يراه، بده يرى هذا يريده، يراك لابس قميص يريد مثلك، لابس ساعة بده اياك، لابس نظارة بده اياها. جعل الله فقره بين عينيه، يريد كل شيء. يشعر فقير، يشعر نفسه فقير، حتى لو ملك الملايين وملك الدولارات وملك كل شيء. يا جماعة انتوا، في ناس تسأل: ليش يعني انا استغفر وفلان مليونير؟ يا اخي اسمع هذا الحديث. مين اصدق، انا ولا انت ولا الله؟ طبعا الله جل في علاه: من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ينظر اليك ويحسدك، وهو والله يشتريك انت وفلوسك وارضك وكل مع اولادك بالمال الذي يملكه، لكنه ينظر اليك انك انت افضل منه، ينظر لك انك انت عندك شيء يريده منك، لربما صحة، لربما جمال، لربما هداة البال، لربما شيء. خلص جعل الله فقره بين عينيه. طب هذا كيف بده يفوت عليه الزهد؟ وشتت الله عليه أمره، وكانت الأرض تحته هوية، بترقص الأرض، مش ثابت ولا على أي شيء. يوم بده يبيع عمارة، يوم بده يشتري عمارة، يوم بده يسافر برا، يوم بده كل يوم عنده شيء. طيب هذا ما هو لا يزهد، كيف بده يزهد؟ طيب، ومن كان همه الآخرة جعل الله غناه في صدره. يعني أنا ماليش علاقة في الناس. وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كيف يعني؟ أفعال من؟ كيف هذا بيصلوا له الزهد؟ هل الزهد إني أنا أقول أنا زاهد، أو ملابسي ممزقة، ولا ما في عندي، لا بتعطر ولا بتغسل ولا بغير ملابس، خلص أنا عندي قميص واحد وبنطال واحد في هذا الزمان، إلا ممكن تلاقي بنطال ب$2. الناس بتكب ملابس في هذا الزمن. نعم، في ناس فقيرة، ولكن في ناس بتكب ملابس وهي يمكن لبستها مرتين. علاقة سورة البقرة في عظمة هذا الأمر، علاقة سورة البقرة في هذا الأمر العظيم، وعلاقة الاستغفار. ليش؟ لأن الله لا يعذب مستغفر، والغير زاهد غير زاهد هو في تحت العذاب. بدي راكب انت السيارة، بدي سيارة زيك. ليش يعني انت احسن مني؟ ابنك اولادك يتعلموا، ليش ولادي ما يتعلموش؟ عندك عمرة 5 طوابق، ليش انا عندي يعني نص بيت او ساكن في الاجار؟ بدي اشياء كثيرة، كيف ازهد؟ وهل الزهد هو فقر؟
أو هو يعني الشيء مجبور أتعايش معه شئت أم أبيت. يعني أنا فقير لا أستطيع أن أشتري ولا أعيش ولا شيء، فيلا استسلم. هل هذا هو الزهد؟ إني أنا خلاص لا أشتري ولا أنظر، لا ليش أنظر، ما معيش أشتري. أمين الزهد قد تكون أنت ملياردير ومعك فلوس الدنيا وأنت أغنى الناس، ولكن كل هذا أجلكم الله تحت أقدامهم، وكل أنظاره إلى الله، يراقب الله، يخشى الله مخافة لا يعلمها إلا الله، يخاف الله، يرتعد من الله، وهو مليونير وعنده ناس وعنده خدم وعنده سيارات وعنده عقارات وتراه تاجر كبير وهكذا، لكنه زاهد في هذه الدنيا. هذا عطاء من عند الله، أغناه الله، لكن ما وضعوا في قلبه، ما باع ضميره ودينه في تجارة. الحلال بين عنده والحرام بين، ولا يمكن أنه يخلط الحلال بالحرام، ولا ينظر إلى تجارتك وبيعرف تجارتك من عند الله، وتجارته هو من عند الله، رزقه من عند الله ورزقك من عند الله. لا ينظر. كيف أنا لا أنظر إليك، لا أحسدك؟ ما هو هذا الزهد بده يوصل إليك إنك أنت لا تحسدني، بتحبني. إذا أردت أن يحبك الناس فاسهد فيما عند الناس. لا أستطيع. هذا مش فعل أنت بتفعله، هذا مش عمل أنت تستطيع أن تطبقه، ولو يعني بدأت تعمل وتكتب الكتب. يا جماعة الحمد لله رب العالمين، من أعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في هذا الزمان لازم تطبق هي بلغوا عني ولو آية. بلغ الآية أن تعيشها وتقطف ثمارها. لربما الصحابة عرفوا معنى هذا الحديث كلها، مش هذا الحديث، كل الحديث عرفوا. من لزم الاستغفار فلزموا الاستغفار بالليل والنهار، ما قالوا استغفار بس، أعادوا الحديث لمسامع الناس. لازم اللي بيعلم الناس يكون قدوة للناس. ما بيصير انك تتكلم عن شيء انت مش عايشه، حتى لربما مبلغ يعني اعلم من المبلغ الي او هكذا، بعرفش الحديث كيف. حتى ولو احنا في اليوم في زمان امسك بايدي علمني، قل لي كيف هذا الموبايل بيشتغل، قل لي، مش تقول لي نظري، امسك لي ايدي وقل لي هنا هيك بيفتح، هنا هيك بسكر، وهنا في بتفوت على اليوتيوب، وهنا بتفوت على الفيسبوك، وهنا بتنزل هكذا. علمني كيف اخرج من هذه الدنيا ربحان الدنيا والآخرة، زاهد فيما عند الناس، راضي بما قضى الله لي، بما رزقني. كيف؟ لازم تعرف أخي الكريم، سورة البقرة سبحان الله، عندما أخذت سورة البقرة ما كنت أعرف شو معنى كلمة سورة البقرة. تعرف هيك اسمها عظيم، ولربما في لها وقع سورة البقرة، لأنها أطول سورة في كتاب الله، فيها إلها وقع في نفوس الناس. لو أنها كانت سورة قصيرة لربما ما وقعت في قلوبهم، لكنها أطول سورة في كتاب الله، والناس هيك بتأخذها من باب يعني التشوق، بدهم يشوفوا شو فيها، وإذا سمعوا قصة فبتكون يعني مشجعة أكثر. أنا أخذت سورة البقرة وفي أسئلة كثير صراحة ما عرفت أجاوبها في حياتي، ولا حدا جاوبني عليها، وسألت عنها مشايخ وسألت عنها. وليش واحد بيقع في علوم الطاقة حتى في بلاد الحرمين 20 سنة بقول لك مثلا، لسه نزلت قصته مثلا بالدرس الذي سبق هذا. ليش؟ أسئلة كثير ما عرفتش أجاوبها، ما إلي جواب. فكرت الدنيا شطارة، فكرت التجارة، لربما فلان ناجح وفلان ساقط فاشل، انت فاشل وفلان فاشل، رحت تتعلم قعدت تلعب وهكذا وما زبطتش، وانت انسان يعني خلص مسبات وبهدلات وهكذا. وكأنه احنا يعني بتعرف زي اللي شاري له كم من دجاجات يعني، وحطتهم بهالقفص وخلص بوكلوا بيشربوا بيناموا بيكبروا من نذبحهم. وكأن الله خلقنا يلا دبروا حالكم بهالدنيا، وكان الله تركنا يعني احنا وشطارتنا
ولا ما ترك لنا يعني مناهج كيف نصل إلى الله. المشكلة تكمن بأنه الذي وصل الحديث ما عاشوا. الصحابة كانوا يعرفوا كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم التوحيد، وجدوا ما وجدوا، رأوا ما رأوا، آيات حسية. أنا كيف بدي أزهد في هذه الدنيا؟ أنا إنسان أنظر أرى يعني القصور اليوم في هذا الموبايل، ترى دور فارهة، سيارات فارهة، سمي ما تشاء مما تشتهي الأنفس وكأنك في جنة إذا بدك تتفقد أمور، وانت لربما لا تملك، مديون، عايف حالك، بتقول يا رب ما يكون علي، لا معي ولا علي من الفلوس، صفر، أكون صفر. أنت مديون $100,000 $50,000، تقول يا رب ولا شيء يكون معي، يا الله ولا شيء يكون معك. كل هاي الناس معها ملايين ومليارات وانت ولا شيء، تحلم بهذا اليوم اللي يجي. ما هي هاي الذنوب التي ركبها الله عليك هي سبب انك انت وقعت في هذه الامور. فلكن عندما عشنا واخذت اقرا سوره البقره، انا عندما اخذت اقرا سوره البقره بدات الاحظ التغيير يا جماعه، بدات الاحظ كثير اشياء عمال تنحل في حياتي دون ان اعبث بها. انا اقرا وهي تنحل. اسئله سنين ما كنت أعرف إن لها جواب هكذا، أنا فقط أقرأ وسورة البقرة تفعل كأنها قرص الدواء. هذا اللي بدي أوصله أنا. كثير في مشايخ جزاهم الله خير، لكن إن شاء الله الحكمة ضالة المؤمن، إذا سمعونا بنتكلم فليأخذوا بما نقول، ويعرفوا أن هاي المشاكل التي علقت فيها الناس من إباحيات وعدم الزهد في هذه الدنيا والركض واللهث وراء هذه الدنيا وهي سراب لن تطول إلا ما كتب الله لك، وحب الشهوات والانبطاح تحت الشهوة وتملق الناس والمناصب والتزوير وكل هذا الذي يعاقبنا الله عليه. شردنا من بيوتنا، الله شردنا بالحروب من بيوتنا، وماتت أولادنا في البحار، وكلياته بما كسبت أيدينا. نعم، نحن نمر الآن في فترة عصيبة، وهي الفترة العصيبة ستكون على قدر ذنوبك، على قدر بعدك عن الله، وكلما اقتربت كلما خفت، كلما كنت قريب كلما كانت كالزكم عليك. كل هذا إن شاء الله هذا والله لا يعذب مستغفر، لكن الموضوع كيف أنا. فبدأت أجد أجوبة لكل سؤال. أنا غرقان في الإباحيات، سورة البقرة بتحلق، أنا غرقان بالتدخين، سورة البقرة بتحلق، أنا غرقان في كرة القدم لا أستطيع. في ناس يا جماعة بتقدرش تترك التلفاز، بده يطلع بفكر إنه بيفوت الجول أو هكذا، مبيوع للتلفاز، للتيك توك، مبيوع للتوتو سبارتوتو، بيدفع كل أجر. والله بعرف واحد يوما ما قال لي بشتغل كل الأسبوع، الفلوس اللي باخده بالأسبوع، يعني اليوم أخذت الفلوس بروح على محطة التوتو واللوتو هاي الميسر يعني، وبعبي فيها. والله لما بعبي فيها ما بيضل لي ولا يعني خلينا نقول ريال أكل فيه. ببدأ أبحث، بدي إذا في معي قروش أشتري فيها أكل. مبيوعة. نعم، إدمان، مريض، هذا مرض. والمخدرات والتدخين والإباحيات والأنا والرياء، وفي منهن يعني مبيوع في أمور كثيرة. فعندما بدأنا نعيش مع سورة البقرة بدأت يعني وكأنه بقولوا له الريش العصافير البدائي، هذا ريش الحرام احنا بنسميه، بعده مش ريش، وكأنه هذا الحرام كله ينتفض عنك، يبدأ يبتعد عنك الحرام، كل الحرام يبدأ يبتعد عنك، وتبدأ أنت تستقيم والأمور تهدأ معك، وتبدأ تغض البصر عن الناس،
وأعمال الناس وجيب الناس وسيارات الناس وعقارات الناس وأمور الناس، وبطل يهمك أمر لا جارك، مش إنه بتكرهه، أعوذ بالله. خلص أنا عنده عقارات، الله ريت مبروكات عليه، شرى كمان 5 سيارات، الله ريت النور بخور عليه. تبدأ أنت تتغير، أنت إنسان تتغير. فأنا بقول للناس الحاقدة والحاسدة واللي عندها هذا من كان هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وهذا الفقر والقلة يشعر بها لبعده عن الله، لا يأخذ سورة البقرة. فهذا من أفعال سورة البقرة. كل حاسد هو بعيد عن سورة البقرة، هو يحسدك لشيء الله رزقك إياه، الله أعطاك إياه. الله أعطاني شغل، الله أعطاني إني قناة من هالشكل، حاسدك. لماذا؟ تتكلم أفضل منه، لربما عندك متابعين أكثر منه، لربما الناس بدأت تجد. لكن لو أنه والله قرأ سورة البقرة ومن ملازمي سورة البقرة، والله سيقول نعم إحنا سنتبنى ما يقول الأخ ونبني عليه ونزيد إن شاء الله، ونبين للناس ما يبينه مثلا أخونا أبو أحمد. هذا عندما تزهد وهو لباس يلبسك الله إياه بالتدريج وأنت تقرأ سورة البقرة، ما بتحس وبتشعر، وإلا أنت بدأت تشلح كثير من سقطاتك، كثير من أسئلتك التي كنت تسأل عنها، سقطاتك تبدأ تتلاشى، أمورك تبدأ تتغير. أنا ما قلت شوفي مراحل هاي مثلا من هجومات وكذا، أنا قلت لك ماذا عمال بالمستقبل عندما تشرع وتبدأ تقرأ في سورة البقرة، فتبدأ حياتك تتغير، أولوياتك تترتب، بتصير تعرف إنه أنا رزقي إلي لا يمكن انك تاخذ شيء منه، وانا مالي شيء عندك، بالعكس انا بحبك، وانا بدون ما احبك لا يمكن اني انهض. هذه الامه لن تنهض اذا احنا نتباغض ونتحاسد ولا نزهد فيما عندنا، ما عند بعضنا البعض. انت مجبور انك تزهد، بس كيف؟ فاذا انت لا تزهد فانت حاسد وحاقد وغيور، والرياء والانا وانبطاح تحت الشهوه وشهاده زور وكل الصفات العاطلة، كل الصفات السيئة ستكتسبها لعدم زهدك. إذا فلان يعني مثلا وصل إلى درجة من العلم الرباني، احنا بدنا العلم الرباني في هذا الزمان، مش فقط نقرأ كتب ونأخذ شهادات والأم ساقطة، مش فقط نقرأ ونأخذ كتب ونأخذ شهادات والأم ساقطة، لا. الإنسان الذي فتح الله عليه وعنده من الناس وجدت، بتجيبليش معلومات ولا فقط أطرب، خلينا نعمل والله بغير أحوالنا وأرزاقنا وأمورنا، وبدأت الثقة تعود بيننا وبين الله في ديننا، بدأنا نراقب الله، بدأنا نخاف الله، بدأنا يهمنا الحلال والحرام. هكذا كل شيء بالأول كنا بايعينها ومضيعينها ومش عارفين منين هي خربانة. فاليوم بفضل الله بدأنا نعرف، بفضل الله من سورة البقرة بدأنا نعرف وين شو هي الخربانة. نعم، الذي عرفنا فيها شو خربانة هي سورة البقرة، إنه الذنوب طبعا هي سبب الذي تعيشه الأمة من ذل وهوان، هو الذنوب وإدارة الظهر لله وعدم تعظيم الله. أنت لما بتقترف الذنب تقول لربك افعل ما تشاء أنا سأفعل ما أريد، هكذا أنت بتقولها. إذا بتصرحش فيها هذا فعلك. يعني هذا بيتي أنا جالس هنا، يعني يجي واحد ويكسر هاي ويخرب لي هذيك وهكذا، وأني أنا أنظر إلي افعل ما تشاء. طب ما أنت عمال تأذيني، ما أنت ما تخرب لي بديني، ما أنت بأخلاقك السيئة وبالربا وبالغيبة بالزنا بالإباحيات أنت عمال تخرب في دين الله. أنت اسمك محمد، أنت مش مرآة لدين الله. فعشان تكون أنت مرآة لدين الله لازم تكون زاهد. لما أنت زاهد أنت مش حاسد. إذا أنت مش حاسد أنت معناه بتحب الخير إلي. أنت إذا جلست معك ستنصحني من كل قلبك. أنت مش رايح تمكر فيه وتقول لي كلام فيه مكر، عمال تصل الكلام عمال يصل إنك أنت مش رايح تكون مكار، بدك توقعني، همك الوحيد إنك تسقطني. لا بالعكس، أنت ستنصحني بكل إيش، لأنه أمرنا بتعرف يقينا أمره عند الله، رزقه من عند الله.
مش رايح يقترب إليك ولا يؤذيك، لأنه الأذية كل هذا من عند الله، كله لله ومن عند الله. أنا بتعامل مع الله، لا يمكن الله أنه يسلطك علي إلا أنه يعريك أمامي ويعريك أمام الناس فقط. الله وعدني بالاستغفار لا يعذبني، انتهى الموضوع. اسمع مليح مليح، احنا في فترة حرب، بالاستغفار لا يعذب الله مستغفر، لكن مش مستغفر متهاون. شو يعني متهاون؟ بيلعب، لا يزال منبطح تحت شهوته، اباحيات وتوك توك ومضيحها وماسك مسبحة، وانا استغفرت 200 او 500 او 1000 عامل معروفية. لا، عيش التوبة والرجوع. فسورة البقرة ان شاء الله عشان استغفارك ينفعك لازم تعيش التوبة والرجوع وتلزم الاستغفار وتكون من الملازمين للاستغفار عشان الله يرفع عنك هذا العذاب. الآن سورة البقرة كلما زدت في قراءتها كلما زادت، يعني زاد عطاء الله لك، زاد علمك، زاد فهمك، زاد زهدك، زادت حكمتك، زاد هيك زي اللي بتعلم، عمال يتعلم ياخذ كورسات كل يوم سورة البقرة وكأنها كورس جديد، كل مرة بتقراها وكأنه شيء جديد، يفتح لك باب جديد باب جديد كل يوم. أنا وصلت مثلا حتى الآن لربما مش لا أذكر طبعا أكثر من 2500 مرة مثلا قراءتها من 28/9 2019 إلى يومنا هذا. قرأتها في مراحل، مرة 4 مرات لربما شهر ونص، ومرة 3 مرات شهر ونص كمان، ولربما مرتين سنة ونص، ومرة واحدة إلى يومنا هذا. ولكن كان عندي مرحلة 10 أيام 5 مرات قرأتها في اليوم طبعا. نعم، هذا التفصيل في موجود في 500 درس عن سورة البقرة، والتفصيل عن الاستغفار أكثر من 1000 درس، والحمد لله رب العالمين. عشان تعيش الزهد بدك التقوى، بدك سورة البقرة، لأنها من أفعال سورة البقرة. هي يعني الله جل في علاه جعل فيها أسرار لسورة البقرة. اقرأ البقرة فإن أخذه بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فإذا أنا مش زاهد معناه أنا بعدني في الدنيا، أنا بعدني في الدنيا، كان همه الدنيا. إذا أنا مش زاهد معناه أنا بطلع على سيارتك، أنا بطلع على عقاراتك، أنا بطلع على أولادك، أنا بطلع على أموالك، أنا بطلع على من أين أتيت، لماذا أنت معك، ولماذا أنا معيش، وهكذا. فمع سورة البقرة هذا الزهد وكأنه السكينة وحسن التوكل، إنه العطاء من عند الله، مش أنت بتعرفش تسوي ولا شيء ولا أنا. انت بتعرفش تتوكل، انت كذاب وانا اكذب منك. اذا بدي انا اترك سورة البقرة احنا هكذا منقول كلام ونفعل كلام اخر. من اين الرزق؟ الا ولكن يمكر بك ويبيع على بيعك. نعم، انا بفتح متجري وما دخلنيش، انا انسان تبت الى الله، لزمت الاستغفار، امري عند الله، الله سيختبرني الان، الله سيختبر صبري. ما انا مالي اذا الزباين كلهم فاتوا عندك، انا عندي الله. الان احنا في حرب، انا الي الله، ما اليش مين بضرب الصاروخ، الصاروخ يمكن يجي من هذا او يجي من هذا فوق راسي، انا الي الله، انا بنظر الى الله، وانا الله وعود بالاستغفار لا يعذب الله مستغفر. وعد المستغفر في التمكين، وعد المستغفر في ارزاق وامطار وخيرات كثيره واولاد وبنين وتمكين وحياه طيبه. نعم، فأنا إذا كان معي الاستغفار الذي فيه الحياة الطيبة، فيه الرزق، فيها رحمات الله، ومعي سورة البقرة التي تغمض عيني عن رزقك وعن أولادك وعن زوجتك وعن مالك وعن كل شيء عندك، وما بهمني والله لكن أحب الخير إليك. هذا هو الزهد. وقد أكون ملياردير لكن المال لا أبيع ديني في تجارتي. المال تحت قدمي مش بقلبي. ما هو في قلبي يا جماعة؟ الأمر مش شطارة والله ما في ولا نتفة شطارة ولا القليل من الشطارة. الأمر من عند الله كله، ولكن هذا من فضل الله بسورة البقرة. عشان هيك لكل عبادة إلها طعمة، وعشان تعرف شو معنى تركها حسرة، فأنت ستتحسر في كل حياتك بدونها لا يمكن إنك تكون، لا يمكن إنك تزهد،
بدونها لا يمكن، لا يمكن، لأنه هذا من أفعالها. أنا ما عملت الشيء إلا إني قرأت سورة البقرة. أنا ما عملت شيء، وهذه القناة قامت عشان الله يرفع عنا الغمة وعن مصر الحبيب وعن أنفسنا وعنك وعني، والحمد لله رب العالمين. وأريد الخير للجميع، وهذا فضل الله علينا. فالزهد هو عطاء من عند الله، كما هي السكينة تتنزل عليك، فأنت لا تستطيع أن تزهد. أنت إنسان شهواني. نعم، نحن الناس شهوانيون، بنحب زين للناس حب الشهوات، في شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. شوف، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بدنا مش 1000 مليار، لا، معك مليار، أنا بدي تريليون، معك بدي 10 تريليون هيك. لكن مع سورة البقرة كل هذا سيكون وراء ظهرك، ولو كنت بالملياردير أنت سيكون عملك خالص لوجه الله. بتحب الناس، بتحب الخير. نعم، في أشياء بتخصك وبتحبها لإلك كمان، مش معناها إنك أنت لا، بس أنا لا أنظر إليك وأريد لك الخير، وأريدك أن تتقدم، وأريد لك أن تنجح، وأريدك أن تكون أنت أولادك وبيتك وأهل بيتك من أحسن الناس في الدنيا. نعم، الله يبارك فيك ويرضى لكم. فسورة البقرة احنا قلنا بفضل الله عندما تقرأها 4 مرات سيتغير حالك. ليش؟ لأنه فينا قصص كثير وأنا عشتها 4 مرات، فتغير حالي بال4 مرات. وكل من يشكو لك حاله مع الله ويشكو لك همه مع الله، إنه غرقان في ذنب لا يستطيع تركه، فعليه بسورة البقرة 4 مرات. نعم، قصة عشتها، قطفت ثمارها. عاشوها من لزموا سورة البقرة سنين طويلة، أكثر من 10 12 13 14 15 سنة مع سورة البقرة مرة واحدة، لكن عندما أخذوها 4 مرات انقلب الأمر معهم وتغير حالهم. وهذه النفس الأمارة بالسوء خنست، وهذا الشيطان الذي يأمر بالفحشاء سكت، وأخرس بإذن الله تعالى، وبدأت أمورهم تستقيم بفضل الله. وجدوا ما وجدوا وتغير الحال معهم. وأنت سترى العجب كيف إنه كل الأسئلة التي تدور هنا ستنتهي مع سورة البقرة 4 مرات. قلنا 1.5 شهر لربما 2 شهرين، فتدرج أنت. أنا عملت 1.5 شهر، بعدين كمان 1.5 شهر 3 مرات، بعدين 1.5 سنة تقريبا 2 مرات، وباقي من 28/9 2019 بدأ المشوار يعني. وبعدين مرة قدمناها بفضل الله على طبق من ذهب إلكم، خارطة الطريق، عيشها وجمالها. ما منعناك أن تفعل أي شيء آخر يعني. الله يبارك فيك ويرضى لكم. دائما راقبوا الله، وردوا كل شيء، أي مصيبة، أي شيء، انتبهوا لذنوبكم وتعاملكم مع الله. فردوا كل شيء لله. كل شيء ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالذي يصيبنا الآن هو لم يكن ليخطئنا. الله يريد أن يحق الحق. في معركة بدر، نعم، أنا لا أقدس الأشخاص لا أقدسهم. أنا بتعامل مع الله، ما في عندي شخص مقدس. أنا بتعامل مع الله جل في علاه، بتعامل معه مباشرة. أنا براقب ذنبي وبسأل الله، وبراقب الله إني أنا أكون على خير، وإني ماخذ بالأسباب. وأسباب التمكين هو الاستغفار والتوبة والرجوع. فإذا أنا أخذت في هذه الأسباب، التوبة والرجوع ومراقبة الله يعني، واتقوا الله، نعم، تقوى الله ولزوم الاستغفار. لأنه في الاستغفار التمكين في الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبني إسرائيل أمدهم في سورة الإسراء: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فأمدهم، وكذلك يمدك بالاستغفار. فإذا لزمنا الاستغفار وتبنا من ذنوبنا
سدنا هذه الدنيا ورفع عنا الله كل شيء وكسر شوكتهم وقذف الله في قلوبهم الرعب. عندما نكثر الاستغفار سيتسلل الرعب إلى قلوبهم ويخرج من قلوبنا نحن. حتى مع كل هذا فالرسول عليه السلام في معركة بدر كانوا يعني قلة وكان يريد القافلة، لكن أراد الله أن يحق الحق، ولربما يريد الله أن يحق الحق. الحمد لله إذا في بيننا مستغفرين. يريد الله الآن أن يحق الحق، فهذه المعركة أنا لا أراها ستنتهي إلا حتى يحق الله الحق، حتى يحق الله الحق وينصر الله الفئة التي عرفت الله. مش تتكلم كلام ينافي الحقيقة. ناس عاشت الاستغفار، ناس عاشت المحن، كانت قيد الإعداد من المنع، فلا تابت ولزمت الاستغفار وشرعت في الاستغفار وصدقت الله إن عطاء في الاستغفار فأمطرهم وفتح عليهم وبدأ الله يعني بدأت العبادة تعود إلى حقيقة إيمان له حقيقة، يعني ثقة بينه وبين الله، لا يبيع دينه في عرض قليل من هذه الدنيا. فهذا المستغفر إن شاء الله سيكون هو منه تخرج نواة القادة إن شاء الله. نعم، لربما نصل إلى في هذه المرحلة سنة سنتين لن تنتهي هذه المرحلة. لا هي بدأت خلصت. نعم، هذه المرحلة في وراءها العلو الكبير وبعدها الانكسار ثم العلو للمسلمين المستغفرين الذين عرفوا الله، مش اللي اسمه محمد ومحمود وعلي ومصطفى، لا، هذول في منهم كمان لا يصلوا ولا يصوموا ولا يعملوا ولا شيء، لكن الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا هذول الذين عرفوا الله ولزموا الاستغفار وعرفوا ووجدوا من الله كل الوعود التي في الاستغفار و لهم سر بينهم وبين الله. نعم، لهم سر. خلص بالليل بالنهار مستغفرين ذاكرين لله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. هذول استبشر بهم خير. مش فلان بالصف الأول بيصلي والغيبة والنميمة لا تنتهي والربا مكيف عليه سيارات ولا يزهد، غير زاهد، إنسان يحب نفسه لا يريد لغيره أن يتقدم. لا هذا نسأل الله له السلامة وأن يسلمنا نحن كمان. لكن الزاهد الذي زهد ويحب الناس ويحب الخير للناس، أبشر إن شاء الله هذه النواة عمال مع سورة البقرة والاستغفار ولدور سورة البقرة 4 مرات شيء عظيم. من يشكك في هذا الكلام فليجربها 10 أيام، عيشها، أجرها مليون حسنة فيها 10 أيام، عيشها، خذ 10 أيام 10 ملايين حسنة، شوف ماذا ستفعل بك سورة البقرة. طبعا احنا ما نقولش 10 أيام، نقول استمر، بس شوف من أول كم من يوم ماذا تفعل بك. الحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، هذه الدروس نقولها بين الأهل، لأنه لازم تعرف انك انت اذا كان همك الدنيا جعل الله فقرك بين عينك، وان كان همك الاخره، وهذا من افعال سوره البقره مش من افعالك، لكن انما الاعمال بالنيات. كيف يعني؟ انا عن جد بدي اصل الى الله بس ما عرفتش. فاذا انت حقيقه تريد ان تصل الى الله، مش عشان الفلوس، مش عشان العقارات، مش عشان كيف انك ترجع تجارتك، لا، انا بدي تجارتي عشان اسد الديني، مش تجارتي عشان اعمل التجاره يعني اصير اتاجر بين الصين وامريكا. مفهوم؟ لا، انا تجارتي عشان ارجع ديني واعيش حياه طيبه، مش اني انا بدي اصير يعني اسرق الناس واغش الناس على اساس اني ابني تجاره. مفهوم؟ فاذا كانت الوجهه تبعتي هي الله جل في علاه، حقا على الله ان يوصلك لهذا وياخذك من الاستغفار الى سوره البقره، يعني ياتي بك الى الاستغفار عشان يمحى الذنوب. والله لا يقبل منا واحنا مخربين الدنيا، فعندما يغفر الله الذنوب سياخذك لسوره البقره عشان تبدا تفهم وتبدا تهدأ نفسك وتبدأ تستقيم على أمر الله
وتستطيع أن تنفذ أوامر الله وتعيش حقيقة هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، الفرائض نحن هنا نسقط. الفرائض لا تنتهي بالصيام والصلاة والحج والزكاة، لكنها بما أمرك الله ونهاك عنه، وهذا ما تسقط فيه بالإباحيات والربا والغناء والطرب والعري والتكشف وقطع الأرحام. فهذا الفرائض نسقط فيها، لكننا نأتي بالنوافل، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكننا نأتي النوافل وإحنا قد دمرنا الفرائض، فلا يتأتى لنا ولا يتحقق لنا هذا الحديث. لكن عندما مع سورة البقرة سيتحقق هذا الحديث، ونأتي بالفرائض كما يريد الله، وننتهي عما نهانا الله ونمتثل لأمر الله، فهذا هو الجمال. ونزداد قربا بالله، ولا يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، فان احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، وان استعاذ لاعيذنه. نحقق هذا الحديث مع سوره البقره، لانها هي فيها التقوى، فيها تطبيق اوامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.